القصص كثيرة فيما يخص الصلاة. أذكر بأنه في يوم من الأيام، في أيام ديسمبر التي يعرفها الإخوة هناك في الولايات المتحدة بأنها أيام شديدة البرودة. في هذه الأيام أذكر زارنا فضيلة الشيخ محفوظ نحلاح رحمه الله وطيب الله ثراه، فوصل إلى مطار ديترويت ميشيغان الولاية. وصل في حدود 5:30 صباحا، وكان يفصله قرابة نصف ساعة على إشراقة الشمس ضحى فجر ذلك اليوم. فاستقبله أحد الإخوة من الجزائر، وكان يفصله بينه وبين بين بيته وبين المطار حدود 20 دقيقة. فعندما سأل فضيلة الشيخ محفوظ رحمة الله عليه الأخ، قال له: لا تخف يا شيخ، سنصل قبل شروق الشمس إلى الدار، وأنت ترى الجو بارد. ولكن الشيخ رحمه الله رفض ذلك رفضا قاطعا، يحدثني بأنه أوقف السيارة في الطريق السريع والبرودة أكثر من 10 تحت الصفر، وصلى فضيلة الشيخ رحمة الله عليه صلاة الفجر على قارعة الطريق السريع. ثم قال للأخ: أما الآن فنذهب مع بعض وأنا مرتاح. هذا الحرص الشديد الذي تربينا عليه ويجعلنا نفقه قيمة الصلاة عند الصالحين وعند عباد الله عز وجل. الأمر الثاني، كثير من شبابنا وإخواننا لا يعلمون هذه الرواية. زارنا فضيلة الشيخ محفوظ رحمة الله عليه مرة إلى الولايات المتحدة، فاستقبله أخوين اثنين في مدينة نيويورك، وصعدوا به إلى بناية التجارة العالمية التي ردمت فيما بعد. فعندما وصلوا للطابق 130، وكانت من أعلى البنايات في شوارع منهاتن، وقد رأيتها بأم عيني وهي من أضخم البنايات، عندما وصل إلى الطابق الأخير ورأى السحابة ينطح رأس العمارة، أسكت الأخوين وصلى ركعتين. فكان هو الرجل الوحيد الذي صلى ركعتين في ذلك المبنى. الصلاة نتعلمها من الصالحين كيف يحافظون عليها. وأذكر قصة لامرأة مديرة اشتغلت معها، أسلمت وهي من الولايات المتحدة الأمريكية، الأخت زهرة ويليام. عندما سألتها كيف دخلت الإسلام وكيف كنت تصلي، قالت: كنت أصلي خلسة وخيفة أن يدركني أولادي ويعلموا بإسلامي. قلت لها: أين كنت تصلي؟ قالت: كنت أصلي في المرحاض، كانت تصلي في الحمام خشية أن يراها أهلها، فكانت تصلي وهي بنت الولايات المتحدة.